بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين. وما تستغربيش، وعملت الكمية دي ب50 جنيه، وهتعملي أحلى غدا أو عشاء معايا. يلا بقى ندخل على الفيديو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. 3-4-5 فصوص توم مقشرين، وربع كيلو فلفل ب5 جنيه رومي. عايزة تحطي حراق حطي لك واحد. وهاتيلي بصلاية كبيرة، دي بصلاية أنا اسمها بصلاية كبيرة كلها بتاع 50 جرام. هتاخد منك ايه 2 جنيه. هو اساسا ربع كيلو ب5 جنيه، هناخد منه بصلاية ماشي ب2 جنيه، مثلا 2 ونص 3. ادينا معانا 5 جنيه، وادي 3 جنيه. وفصين توم مش هيحبوا نكونوا معانا، وموجودة التوم معانا ممكن نلاقيه في البيت، والبصلاية نلاقيها في البيت. خلينا في المهم. قطعت البصل كده جوليان او سلايس اللي انت عارفينه بالطول، يعني امسكيه كده قطعيه، عشان احنا ده البصل ده هتشوفي هنعمل فيه ايه. هنكرمله في الزيت، لازم تبقى بالطول كده عشان يدينا نكهه حلو. والفلفل كذلك الامر، هتقطعيه بنفس التقطيعه. الربع كيلو اللي انت جايباه، بتحبي الحراق زي ما قلتلك انزلي بيه في عليه، حطي لك كده قرن ولا 2 زي ما تحبي. ويلا بينا بقى ناخد التوم نفرمه ونكسره كده، بنشوف هتعمليه ازاي يعني. وهاتي بقى طاسه بقى، حطيها لي على النار تسخن تسخينه حلوه. ازازه الزيت خلصت بقى، يلا نخلص منها، هنشوف غيرها بعد كده. المهم بقى، اول ما الزيت يسخن كده معاكي انزلي لي بقى بالبصله دي. اول حاجه دي بحطها في الاكله دي، بنزل بالبصل عشان استفيد بالزيت لهنا لهنا. هعمل يعني تسطين؟ لا، ما احنا بنوفر بقى، بنخلص بقى الدنيا دي معانا. وهو الزيت عندك ما هيكلفك كام يعني في البيت، يعني ما هو الزيت ما بيبقى موجود في البيت. ولو كان حتى عندك زيت كنت قاليه فيه بطاطس هتعمليها فيه، خدي منه كده شويه. وعشان حكايه التوفير افضل انك تجيب الطاسات اللي ما بتاخدش زيت كتير زي ما بيقولوا. ونزلت بقى بالحاجه بتاعتي بقى دي. بص الزيت بقى كان سخن معايا، بعد ما طلعت منه البصل وحطيته على جنب، صفيته كده من زيته كده بالجنب معلقه كده، ورحت حاط نازله بقى باكلتي دي. تنزلي بقى لازم ايه تخليها الطاسه بتاعتها تبقى سخنه شويه، عشان ايه الميه اللي فيها بيبقى فيها شويه ميه كده تشربهم، وما تطولش معاكي في الوقت، لان هي كده كده مش بتاخد سوا. نزلت بقى بحته التوم اللي احنا ايه فرمناها كام فص دي. هي الاكله دي بتحب التوم. انا منزله فيها البصل عشان يديها تسكيره. عماله شويه البصل دول. جبت بقى ايه توم، شويه كمون معايا، وشويه كزبره. فلفل اسود لا، فلفل اسود كده انت تغميها، هي حلاوتها كزبره وكمون. وننزل بالملح بتاعنا. وهنجيب بقى ايه حته جوز الطيب لو انت موجوده عندك، ونفرمها كده خير وبركه، وحته حبهان لو حبه. واروح جايبه الفلفل بتاعي بعد ما اتشربت كل ميتها كده. والزيت شوفوا ما كانش معانا كتير عشان خاطر ما يخليهاش ايه تبقى تقيله. جبت بقى معلقه ايه دبس الرمان. دبس الرمان كده هيديها طعم حلو معاكي. مش موجود خلاص استغني عنه، وحط شويه خل. نزلي شويه خل كده، مش موجود حط شويه خل. وعندك شويه عسل اسود معلقه صغيره كده، معلقه عسل اسود وشويه خل هيدوكي نفس المنكهات. وانزلي بقى بالبصل يتكرمل ده بقى، النار هاديه بقى من تحت كده. احنا الفلفل مش هيطول معانا في الاكله دي، مجرد ان احنا مجرد ايه بندبله تتبيل، والبصله كده كده جاهزه معانا. ونزلت بالتوابل ودبس الرمان وكل اللي انتوا شفتوه ده. خلصنا الاكله بتاعتنا، اللي هي اساسا كله النص كيلو بتاعها نقول ب40 جنيه. والفلفل قلنا ب5 جنيه، وبصل هي كبدة الفراخ. وهتعملي منها احلى 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 سندوتشات. واللي ما بيحبهاش هيحبها. الاطفال اللي مش بتاكلها تاكلها. دبس الرمان او الخل وحبة العسل دول معاها بيدوها نكهة جميلة جدا. والاكلة دي ان شاء الله هتعجبكم جدا. ويا رب يكون قدرت اوصل لكم احسن توفير.